اعتقد لعب المدرب الروماني بشكل جيد، الدفاع اعتقد كان يغض، قدر انه يتعامل مع وسط الملعب في بناء الهجمات، في قطع الكرات، عدم اعطاء لاعبين الوحدات النفاذ او الاختراق، كانوا ند. يعني لاحظ التمريرات، صناعه الفرص، بدايه يمكن كانت نوعا ما فيها نوع من الخطوره، لكن بعد ذلك بعد فتره قدر يسيطر فريق نادي الكويت بفضل نقول ان الوسط اللي موجود، مثل ما تكلم اخوي محيسن ان شاهد الهمامي كذاك وناصر القحطاني وفهد العنزي اشتغلوا بشكل كبير الى جانب تحركات هذا اللاعب اللي هو علي الكندري في الوسط والهجوم. لا ننسى الدور الكبير اللي يقوم فيه ريجيرو اعتقد قام بدور كبير، لكن نتمنى انه يكلل هذا الدور مع عصام جمعه بانه يسجلون هدف. اعتقد الهدف هو راح يشيل الضغط من لاعبين نادي الكويت، لان الحين عليهم ضغط. مثل هذا الاسلوب وهذه الطريقه وصناعه الفرص من اليمين والشمال واضاعتها راح يشكل ضغط على اللاعب. اعتقد عندما ياتي الهدف في بدايه الشوط الثاني انا اتصور انه راح يكون هناك في راحه نفسيه للاعبين نادي الكويت. اضاعه هذا الكم اعتقد مؤثر على لاعبين الكويت بهذه الطريقه. واذا ما تسجل راح يتسجل فيك، يعني هذه كره القدم معروفه المقوله هذه. لكن على السيل لا انت قلت لي كلمه ان كثر الدق راح يفشل الالعاب، واحنا نتمنى ان شاء الله يستمرون. انت بالمثل هذا ان شاء الله احنا نجيب المثل الثاني، بس اذا فاز فريق الوحدات كفريق عربي حتى لا يفهمنا الجمهور الاردني خطا. يعني ترى هاي سعد الحوطي لانه هو اصلا لاعب في نادي الكويت الكويتي ولاعب منتخب الكويت وتمثل نادي الكويت الكويتي، لكن محيسن وانا احنا محايدين تماما. لا انا ما خليتني اكمل، انا بالعكس اذا فاز الفريق الاردني راح اشد على ايده واكمل، وهذه كره قدم. احنا بالنهايه راح نصفق حق الفايز، لكن قاعد اتكلم انا ان نادي الكويت هو الاكثر استحواذ، هو الاكثر فرص، هو الاكثر يعني بشكل خطوره، لذلك يعني نقول من بالعربي حرام ان نضيع هذه الفرص. لكن ما ضاعت هباء. انت كان في حارس يؤدي دوره. معلش حتى نفهم الجمهور، انت ككويتي ولاعب في الكويت الكويتي وقائد الكويت الكويتي وقائد منتخب الكويتي، لك الحق انك تمثل الكويت واتعاطف طبعا. خذ كامل حريتك. محيسن الجمعان بيكون محايد ويميل بعض الشيء الى الوحدات الاردني، كون انه في لون اخضر بعد، واللون السعودي الاخضر الحبيب يعني ما ننساه. لا والمقوله هي مقولتين بالفعل يعني، لكن خلينا ناخذ المقوله الثانيه اللي هي إذا ما تسجل ممكن يتسجل فيك. يعني دائما تكون في فرق تكون ضاغطة وتكون هي اللي تسجل، ولكن يأتي هدف ويلخبط جميع الأوراق. لكن احنا نشوف طبعا الواقع أنه بالفعل كثر الدق يفك اللحام، ولكن هل سينفك اللحام وحارس هناك موجود اسمه عامر شفيع؟ لكن المباراة بشكل عام صراحة استحوذ اللاعبي فريق الكويت على الكرة، هم اللي كانوا أكثر انتشارا وتحركاتهم شبه مدروسة صراحة. أنا عجبني في الفريق أن التحركات تجدها موزونة، يعني لما يشارك شادي الهمامي تجد الناصر القحطاني قاعد يقوم بالأدوار الدفاعية ويساعد الدفاع، وهذا ما كنا نقول أنه لابد أن يكون هناك في لاعب في تعاون وفي جماعيه. نعم في جماعيه. عندما يتقدم ريجيرو ويرجع علي الكندري مكانه، عندما يتقدم